تفتكر ايه هو سلم اللغة؟ سلم اللغة هو الخطوات والأسس المرتبة علميا من السهل للأصعب، والتي يتم تدريب الطفل عليها حتى يصل إلى مرحلة الطلاقة اللغوية. سلم اللغة هو مراحل النمو اللغوي اللي بينمو عليها الطفل العادي، بداية من مرحلة التركيز والانتباه للاسم حتى مرحلة الطلاقة اللغوية. وطبعا أغلب المشاكل اللي بتقابل الأخصائيين والأمهات في جلسات التخاطب إن الطفل مش جايب نتيجة في الجلسات لأنه مش ماشي على سلم اللغة. طيب وسلم اللغة ده بيتكون من إيه؟ سلم اللغة بيتكون من 1 التركيز والانتباه والاستجابة للاسم. يعني الطفل لما اندهله باسمه يبص لي، لما اندهله باسمه يجي لي، لما اندهله يبص لي، ويبقى في تواصل بصري. تاني حاجة في سلم اللغة هي التقليد، إن الطفل يبقى عنده مهارة التقليد، الطفل يقدر يقلدك في الحركات المختلفة اللي انت بتعملها معاه. ثالث حاجة هي إطاعة الأوامر، إن الطفل يقدر ينفذ الأمر، أما أطلب منه أمر ينفذه. شيل، اغسل وشك، سرح شعرك، حط الطبق في الحوض، حط القلم في الشنطة، إلى آخره. المرحلة الرابعة في سلم اللغة هي نطق الأصوات، إن الطفل يبقى قادر يقلد الأصوات اللي موجودة حواليه في البيئة، أصوات الحيوانات والطيور، أصوات وسائل المواصلات، أصوات أثناء اللعب. المرحلة الخامسة في سلم اللغة هي قدرة الطفل على نطق الكلمات المختلفة. يقدر الطفل ينطق كلمة من مقطع، كلمة من مقطعين، كلمة من 3، كلمة من 4 مقاطع. بعد كده يبدأ ينطق جمل، الطفل يبدأ يقول جملة من كلمتين، جملة من 3 كلمات. وبعد كده يقدر يكون جملة من 4 كلمات، جملة فيها ضمائر، جملة فيها أفعال، جملة فيها مذكر ومؤنث. يقدر الطفل في هذه المرحلة إنه يستخدم الضمائر، يستخدم الأفعال، يستخدم الأسماء، يستخدم الصفات، إلى آخره. وبعد كده تيجي مرحلة الوصف. المفروض إن الطفل يقدر يوصف موقف قدامه، يقدر يشوف فعل قدامه يقول لك الولد ده بيعمل كذا، البنت دي بتعمل كذا، الموقف ده حصل فيه كذا كذا كذا. وبعد كده هيجي التدريب على حكاية القصة أو سرد القصة، إن الطفل يجي من المدرسة يحكي لك حصل كذا كذا كذا، الحاجات اللي مر بيها الطفل خلال اليوم. بعد المرحلة بتاعت القصة خلاص الطفل بقى يعرف يستخدم الجمل، بقى يعرف يستخدم الكلمات، بقى يعرف يستخدم الصفات والأفعال وظرف الزمان وظرف المكان وزمن الفعل. يبدأ يتعرف بقى على المواد الخام اللي موجودة في البيئة، أصل القماش إيه، أصل الخشب إيه، أصل الحديد إيه، إلى آخره من مواد خام. بعد كده نبدأ ندرب الطفل على التعرف على الوظائف والأماكن اللي موجودة حواليه في البيئة. الضابط بيشتغل إيه وبيشتغل فين، الطبيب بيشتغل إيه وبيشتغل فين، المعلم بيشتغل إيه وبيشتغل فين، إلى آخره. وبعد كده بندربه على المعكوسات، يبدأ أكبر من وأصغر من، الأكبر والأصغر، أطول من وأقصر من، الأطول والأقصر، إلى آخره من معكوسات. هنبدأ بقى في المرحلة دي نعرف الطفل على الألوان اللي موجودة حواليه في البيئة، الألوان الأساسية، الفاكهة دي لونها إيه، الخضار ده لونه إيه. نعرفه على الأشكال الهندسية، ندرب الطفل إنه يمسك الورقة والقلم، يبدأ يرسم، يبدأ يلون، لأن في المرحلة دي الطفل بقى عنده حصيلة لغوية جيدة. في آخر سلم اللغة خالص هنبدأ نشتغل بقى على المهارات المعرفية. كل المهارات اللغوية بقت عند الطفل خلاص. هنا هنبدأ ندربه على العلاقات، يعرف إيه التشابه والاختلاف بين الأشياء اللي موجودة حواليه في البيئة. إيه الفرق بين البطيخة والموزة؟ طب إيه التشابه بين البطيخة والموزة؟ إيه الفرق بين السفينة والطيارة؟ طب إيه التشابه بين السفينة والطيارة؟ إيه الفرق بين الخوخ والمانجا؟ طب إيه التشابه بين الخوخ والمانجا؟ إلى آخره. يبدأ الطفل يعرف العلاقة بين الأشياء وبعضها البعض، يعرف الطفل التشابه بين الأشياء وبعضها البعض، يعرف الطفل الاختلاف بين الأشياء بعضها وبعض. في المرحلة دي أنت اشتغلت على المهارات المعرفية وخلاص. الطفل عرف كل العلاقات اللي موجودة حواليه في البيئة، الطفل بقى يعرف يتكلم، الطفل بقى يعرف يوصف، الطفل بقى يعرف يحكي، الطفل وصل لمرحلة الطلاقة اللغوية. أبدأ أدربه على السخافات. يعني إيه سخافات؟ يعني الطفل يعرف إيه الصح وإيه الغلط، الطفل يبقى عنده تفكير منطقي، الطفل يعرف يفكر في الهدف اللي قدامه. السخافات هنا هدفها تنمية مهارات التفكير المنطقي، وتنمية مهارات التمييز والإدراك السمعي والبصري، وتنمية مهارات الاستنتاج وتكوين المفاهيم عند الطفل، وتنمية مهارة المناقشة وزيادة الحصيلة اللغوية. وهو ده سلم اللغة اللي موجود في البرنامج المصري للغة والتخاطب، وغالبا هتلاقيه موجود في أغلب برامج اللغة. لكن هتلاقي في البرنامج المصري سلم اللغة هو أطولهم وأكثرهم تفسيرا وشرحا.